محافظتي محافظه الدقهليه، ومعايا عمرو سليم هاوي للمطبخ. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ هنعمل النهارده كبيب الغمراوي وهنعمل البليله. مكونات البليله: لبن، بليله قبل ما تتنقع، ده شكلها بعد ما تتنقع، سكر، زر الملح، وبيكنج باودر ومكسرات للتزيين. والكبيبه الغمراوي نحكي بقى عليها ونتكلم عن اصلها. معانا شوربه، معانا رز مطحون، مظبوط صح كده، ومعانا كل الخضره، شبت وبقدونس وكزبره، صح كده، وفلفل اخضر وثوم وبصل ولحمه مفرومه متوسطه الدهن. مظبوط، يبقى فيها شويه دهن بس. بالظبط كده، دول مثلا 25% كده. هو يعني ده كان في ناس بتعملش اصلا بلحمه، بس في يعني ده اوبشن من الاوبشنز الاكتر، يعني دارج اكتر، صح. وهي اللحمه. والبيض والبقسماط عشان بعد ما نخلص بنروح عاملينها كده بالبيض والبقسماط. مظبوط. نبدا بايه؟ حاسس ان احنا هنبدا بالكوبيبه الغمراوي، مش كده؟ مظبوط كده. يلا بينا ونحلي في الاخر. ونحلي في الاخر. يلا بينا. الكوبيبه الغمراوي: نص كيلو لحمه مفرومه، نص كيلو رز مطحون، حزمه مشكله، بقدونس، شبت، كزبره خضراء مفرومه، 2 بصله متوسطه، 10 فصوص ثوم، معلقه صغيره ملح، نص معلقه فلفل اسود، 7 بهارات، كمون، كزبره ناشفه، حبهان مطحون. اول حاجه خلينا نتكلم بس عن اصل الموضوع الاول بدا ازاي. برافو، انت مظبط بتابع موضوع البرنامج. لا من بدري، هي بدري يعني بالظبط. البرنامج بتاعنا ده الفورمات بتاعته ان احنا بنقعد نرغي عن اصل الاكله لو ليها اصل، وبنقعد نتكلم على المحافظه نفسها وندردش عليها، لان مصر غنيه قوي، ومحافظات مصر غنيه قوي بحاجات احنا المفروض في القاهره وفي الاسكندريه وبقيه المحافظات نعرفها. ده حقيقي، ده حقيقي. بس فانت بقى ما دام عارف، يا ريت. فانا ممكن اتكلم في الجزء بتاع الاكل، كلمنا جزء بتاع المحافظه، يعني كده احنا قسمناهم مع بعض. يا ريت. فالجزء بتاع الكوبيبه الغمراوي بدات من بدري قوي قوي قوي، ولكن اللي احنا بنتكلم عليه، في ناس اول ما بدات اصلا، اللي انا عرفته الاقاويل اللي جات لي، تمام، ان هي الناس كانوا بيعملوها اصلا بلحمه الارانب في الاول، بالجزء بتاع الوسط بتاع الارنب، عشان ده جزء طري جدا من عند الضلوع كده. ولكن وكانوا حتى بعد ما بيعملوها بيكملوا بقيه الارنب جنبها، بيحمروا الوراك بتاعته والصدور بتاعته وياكلوها جنبها، تمام. فدي كانت الاول، وطبعا ما كانش فيه بقى الفود بروسيسور او محضر الطعام اللي بنبدا نخلط فيه كل حاجه. فكانوا بيبداوا يجيبوا كل المقادير اللي احنا بنتكلم عليها دي. يعني المقادير هو كانوا اللي ماشيين بيها الاول، كانوا بيجيبوا الرز الصحيح مظبوط كده، كانوا بيجيبوا كيلو الرز، تمام. خلينا نتخيل ان ده هون، مع بعض. تمام، نتخيل مجرد تخيل، تمام. وبيحطوا عليه ال 600 جرام لحمه، صح، ده كان المفروض بيتحط. نسبه الرز دايما كانت بتبقى اكبر من نسبه اللحمه، ممكن بس المعلقه دي، تمام. كانوا دايما يقولوا لي انه يعني كيلو اللحمه يرمي معاك 2 كيلو ونص كوبيبه غمراوي. مظبوط. انت مش عايز المعلقه دي تاني؟ لا خلاص كده. ونحط عليها الخضره اهم حاجه ان هي تبقى متنشفه كويس جدا، طبعا مش فيها نسبه ميه. لان دلوقتي واحنا بنعملها في المحضره، اول ما هيخش فيها نسب ميه، ده للاسف الشديد اول ما نحطها في الميه هتفك مننا، طبعا. فاحنا بنحاول قد ما نقدر نقلل السوائل اللي موجوده فيها. فبننزل بالخضره بتاعتنا، وفي الفلفل الاخضر ممكن تستخدموه، الفلفل الحراق بيبقى تحفه معاها، فتقدروا تستخدموه هنا. طبعا كل ده تخيلوا ان ده الهون. الناس دي كانت بتتعب قوي يا جماعه قوي. تمام. انا جدتي اصلها كانت بتعملها، جدتي من 100 غمر، فكانت بتعملها، وكان عندها الدق اللي اسمه الهون النحاس ده. النحاس، ده حقيقي. وبابايا يقول لها ما احنا جايبين لك كبه، تقول له ما لهاش طعم. وهنا في 4 فصوص ثوم، تمام. والبهارات بتاعتنا اللي موجوده، او نحط الاول البصل قبل البهارات. عندنا بصله متوسطه مفرومه كويس، وعندنا البهارات بتاعتنا، عندنا شويه فلفل اسود، عندنا شويه كزبره، شويه كمون، شويه كمون، ده سوري كمون، ودي ده 7 بهارات. ده 7 بهارات، مظبوط كده. وشويه الملح بتاعنا، والملح، مظبوط كده، تمام. دول كلهم المفروض ان احنا نحطهم في الفود بروسيسور دلوقتي، وهيتخلطوا معانا كويس قوي 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 قوي، علشان كل ما هيتخلطوا وكل ما هياخدوا وقت في الضرب بتاعهم، كل ما هيعمل حاجه اسمها عرق. يعني ايه يعمل عرق؟ بالظبط. يعني ايه عرق؟ ده علشان الحاجه لما تبقى متجانسه قوي قوي مع بعض، بعد كده لما هتنزليها في السلق الشوربه الاول وقت ما تسلقي، سواء هتحطوا ميه مغليه وتحطوا عليها مكعب مرقه، او هتحطوا مرقه المرقه يعني مباشر، ده هيساعدكم ان هي ما تفكش منكم في الميه. فدي نقطه مهمه قوي. بس فكل ما تتضرب اكتر. وفي لفظ بيستخدموه دارج هناك شويه، ايوه محتاجينه، ده بتصمغ.
يعني ايه بتصمغ؟ أيوة. بتبقى لزجه شويه، بتبقى لذيذه. هم بيحبوها قوي هناك كده، ان هي تبقى فيها اللزوجه بتاعه صح. الكوبيبه. صح. بس فبتتضرب كويس قوي. فتخيلوا بقى ده كله الفود بروسيسور كانت بتعمله، هم كمان كانوا بيعملوه مانيوال بالايديهم. يعني بيعملوا التمرين بتاعهم كل يوم الصبح عادي. عارف اللي هو الباي تمام وكله تمام وزي الفل. فاحنا دلوقتي يعني هنبدا بقى نحطها في الفود بروسيسور، ونبدا نطلع بيها بالشيب اللي هو بيبقى شكل شويه راس الطعميه بتاعتنا اللي هو بيبقى موجود ده. بس وانت بقى كنت قاعد كده ايه مستنينا، قلت أيوة. انت عامل لنا ايوه جزء كده عشان برضه يبقى احنا موجودين. جزء قلت لنا ايه انا مريحكم وعملت لنا شكلها بالظبط. ده بيبقى شكلها قبل ما بتنزل الميه او الشوربه. مزبوط. تمام. ونعلي بس على تحب تعجن دول وفي البريك برضه ممكن نعجنهم كده بالظبط. وفي البريك نبقى نضربهم بالظبط. ممكن تقول لنا شويه معلومات عن المحافظه؟ احنا ما قلناش انها اصلها من 100 غمر. ده حقيقي. انت اتكلمت في حته الاكل قوي وقلت وسط الارنب ومش عارفه ايه ونسيت تقول الحته التاريخيه. ده حقيقي. ممكن تقول لنا هي اصلا من 100 غمر، وهم لما بدأوها عشان بفكره العزومات الكبيره قوي والافراح والولايم والاطعام. وبقت مرتبطه قوي 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 في 100 غمر بالاطعام اكتر منه، يعني يعمل كميات ارمي، حتى بيقولوا كلمه بترمي معاك. صح. بترمي صح. معاك. صح. بترمي معاك كتير. صح. ده حقيقي. بس محافظتنا بقى الدقهليه. اوكي. اتسمت ليه دقهليه؟ على منطقه اسمها دقهله. الحاجه المضحكه بقى ان منطقه دقهله دي بقى دخلت في دمياط دلوقتي اصلا، بقت دقهليه اسمها دقهليه على حته مش بتاعتها خلاص. بس طبعا دي اول مره المعلومه دي عامه. اديني بقول لك. شكرا. قلت لك هتنبسط معانا. متفاهم عامه. اوكي. انت بتروحي هناك طيب كتير؟ انا رحتها مرتين. بس انا شغلي قعدت فتره عشان شغلي شويه في المحافظات. فقعدت فتره كبيره بلف في المحافظات. طب ما اتكلمنا على شغلك شويه. انا شغال في ليه علاقه شويه بالزراعه والخضار والفاكهه. احنا مصر من احسن دول العالم في الخضار والفاكهه. اسالني احنا ما فيش بجد بلاد في العالم زينا في الخضار والفاكهه. طعم الخضار. اسالني انا عن حد يعني عاش بره مصر 12 سنه، فاسالني انا طعم الفاكهه والخضار في مصر هنا حاجه ثانيه. ده حقيقي والله حاجه فعلا. حاجه ثانيه. انا مع ارض بقى طمي طين، انا مش عارفه لا ايه. والمناخ كل حاجه بتاثر. بس وعلشان كده احنا بنتكلم فيه، احنا من اكبر دول العالم اللي بتصدر في الخضار والفاكهه، وده قطاع مرعب يعني. انت عارف الفراوله مصر اكيد بقى بما انك انت في الزراعه. هي بقى لها 4 سنين رقم 1 في الفراوله المجمده. ايوه ده حقيقي فعلا. بدأنا بدا يحصل تطوير كبير قوي قوي في الصناعات دي. اصلا انا اكتر شويه في القصه بتاعه البطاطس، لان البطاطس ده بحر. البطاطس دي مش بس تحمير وقلي، لا تحمير قصدي وطبخ وكده، موضوع بحر، ولكن بحر ممتع بصراحه. اظن البطاطس في كان لسه عاملين محافظه في الغربيه. في الغربيه البطاطس. حتى عملنا براند بطاطس باللحمه. لا أيوة. خطيره يعني. لا ويصدروا الناس دي كانت بتتعب قوي. انتوا متخيلين انا بعمل كده واحنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم ما عملناش حاجه. وانت حبيبي عارف اللي هو يعني فاهم اللي هو بالظبط. احنا محتاجين ان احنا نبدا بقى ناخد الفاصل ونعملها في الفود بروسيسور. بقول لك ايه ناخد الفاصل نعملها في الفود بروسيسور. بس الاول تعالى ندخل الاثنين دول. ماشي اوكي. نوريهم بس الاول شكلها عامل ازاي واحنا بندخلها مزبوط. في الشوربه. مظبوط. وبعدين نطلع نضربها ونبدا نحمرها خلاص. بقى. خلي بس دي كده ورا عشان ندخلها في الفود بروسيسور. اوكي ماشي. ناخد شكلها هنا كده. بدات هي تسخن معانا الميه، بدا البخار يطلع. احنا هنسيبها عامه في الميه بالظبط. اول ما هننزل هنسيبها حوالي 20 دقيقه. تمام. نكون احنا ضربنا وصبعنا وعملناها الباقي. كببناها بيقولوا كده اهو. كببناها. افتكرت عشان انا ولا كانت جدتي كببيها اقول لها جد يعني ايه انا تقول لي يعني زي البرجر كده، اعمليها زي البرجر كده عشان بتوصل لنا احنا بقى. ايوه عشان فعلا توصل لنا احنا.